السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي المحترمين، أبطال أولى ثانوي، والله أبطال. احنا دلوقتي هنبدأ مع بعض ليسون 6 اللي هو بتاع اللايت، الإفكت أوف لايت and solar radiation on aquatic environment. طبعا انت ايه قاعد عمال تاخد الدروس، الإفكت أوف كذا on aquatic environment، إفكت أوف كذا. يعني من الآخر انت بتدرس الحاجة اللايت ده، بتدرس كل الخصائص بتاعته، البروبرتيز وكل الليلة اللي تخصه، وبعد كده نشوف هيأثر ازاي على البيئة المائية. بسم الله. اللهم ربنا اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الدرس ده من أمتع الدروس وأسهلهم. محتاجك بس كده ايه، يعني حبة معلومات هقولها لك تعرفها وتركز فيها جدا، هتطبق عليها هتلاقي الدرس تافه جدا. طبعا عندك انترودكشن بيقول لك والله السولار انرجي، السولار راديشن اللي هو الضوء بتاع الشمس is the energy emitted from the sun part of which reach the earth. يعني مش كل الصن السولار راديشن بتوصل للارض، لا ده في اشعه بتفضل موجوده بتحجبها الحمد لله الاتموسفير عننا، وفي حبه بيدخلوا جوه الارض. تمام. and serves as the primary source of energy. يبقى لما يقول لك ايه هي البرايمري سورس اوف انرجي for most process اللي على الارض، مصدرها ضوء الشمس. يعني انت لو عرفت يعني ايه اي طاقة هات كده اي طاقة موجودة على الارض، هتلاقي مصدرها الاساس ضوء الشمس. يعني هتقولي الحياة ما كانت هتحصل من غير شمس؟ لا، ما كانتش هتحصل. لان لو ما كانش في شمس ما كانش هيبقى فيه بلانت، لان البلانت بيعتمد على الشمس في الفوتوسينثيس بروسيس، وكل حاجة بتتغذى على البلانت، فانت ما كنتش هتلاقي اكل عموما يعني، ولا حيوانات ولا نباتات. فده ابسط حاجه يعني. تمام. فلما يجي يسالك ايه هو البرايمري سورس اوف انرجي، هي الصن. تمام. for most process that takes place in the atmosphere والهيدروسفير والبايوسفير. طبعا ايه هو الاتموسفير؟ الغلاف الهوائي. الهيدروسفير الغلاف المائي، اي حاجه جوه الميه بتعتمد على الشمس. البايوسفير اللي هو الكائنات الحيه، ودي خدناها اصلا في اول ليسون خالص. بعد كده بيقول لك solar radiation can be converted، انت تقدر تحول الطاقه الشمسيه لانذر فورم اوف انرجي. زي ايه؟ زي الهيت والالكتريستي. طبعا الخلايا الشمسيه بتتحط، فالشمس تمتص طاقه الشمس تتحول لكهرباء، والهيت طبعا والخ الخ. المهم ان انت تقدر تستغل الحاجات دي في ليها جدوى اقتصاديه وجدوى تكنولوجيه، وان شاء الله خير. تعال نخش في الموضوع. بص يا برنس، دلوقتي بيقول لك السولار راديشن بروباجيت بتنتشر از الكترومagnetic ويف. يعني ايه الكترومagnetic ويف؟ قال لك هي عباره عن ويف بتتكون من جزء الكتريك وجزء ماجنتيك. تمام. فاسمها الكترومagnetic ويف. زي ايه؟ زي الفيزيبل لايت. طبعا السولار راديشن يعني اشعاع شمسي، الاشعاع الشمسي من ضمنهم الفيزيبل لايت. الفيزيبل لايت ده جزء صغير خالص من الالكترومagnetic سبيكترم ده. بص يا برنس، ده الالكترو سبيكترم كله من اول هنا لحد هنا. بص شايف الموضوع طويل ازاي؟ كل دول الكترومagnetic سبيكترم جاي اصلا من ضوء الشمس. تعالى اوريهولك كده واحده واحده، وهو ده اللي تركز فيه جدا، لان هو ده الدرس. والله اذا فهمت الحته دي انت فهمت الدرس، والدرس كله هجري في الدرس اذا فهمت ده. بسم الله. قال لك والله انت عندك اي سبيكتروم ليه حاجتين، حاجه اسمها ويفلنت وحاجه اسمها فريكونسي. اللي هي دي بتتنطق لامدا، اسمها ايه؟ لامدا. والفريكونسي دي كده بتتنطق نيو. تمام. في واحد يقول لي ايه لمبه نيون ولا لامدا نيون ولا مش عارف بينطقوا ازاي. المهم ان دي اسمها لامدا اهي، ودي اسمها نيون. تمام. طيب ايه اللامدا وايه النيو؟ اللامدا دي اللي هي الويفلنس، وايه النيو دي؟ ده الفريكونسي. اي لايت في الدنيا ليه حاجتين، اي لايت في الدنيا ليه الحاجتين دول، ويفلنس وفريكونسي. تمام. طيب طبعا دي حاجه من تالتة اعدادي انا عايزك تفتكرها. كانت هي دي الويف اهيت. تعالى بس اوريها لك شكلها عامل ازاي. هي دي الويف، دي الويف بتاعتك. تمام. طبعا الويف لينس من اول هنا لحد هنا ده كده اسمه الويف لينس، الطول بتاع الموجه من اولها لحد اخرها ده اسمه ويف لينس. طيب انا هسألك سؤال. أه هل انت فاكر ان الويف لينس كان inversely proportional مع الفريكونسي؟ هتقول لي مش عارف فاكر ولا مش فاكر. هقول لك انا يا صديق، دلوقتي لو انت عندك ويف بالشكل ده، اللينس بتاعها طويل ولا قصير؟ هتقول لي طويل جدا. هل اتكرر كتير زي دي القصيره دي؟ يعني مثلا لو انا جبت لك من نفس الحته دي لنفس الحته دي بس الموجه القصيره دي، هعمل كده اهو، واحد اتنين تلاتة أربعة، نفس الطول اهو، في نفس الطول بتاع الموجة الأولانية. بص جه كام موجة؟
ادي لحد هنا واحد، تعال نغير اللون كده عشان تاخد بالك اهو لحد هنا، ده كده موجة ويف، وكمان ويف، وكمان ويف، وكمان ويف، يعني تلاتة. تمام ولا أربعة كمان؟ أربعة، أربع أمواج، أربعة ويف جم في نفس الحتة. علشان كده بنقول إن الإنرجي بتاعت دهوت اللي الويف لينس بتاعه قصيرة، الإنرجي بتاعته عالية، يقدر يعمل بنتريشن أعلى بكتير من الويف الواحدة اللي هي الويف لينس بتاعها طويل. خلاص يعني احنا ممكن نعمل قانون دلوقتي، تعالى كده. القانون ده بقى ايه؟ خد بالك انا بطول في الحتة دي علشان هي دي الدرس، والله اذا انت فهمتها فانت خلاص فهمت الدرس كله. الويف لينس يا برنس لو انت طولته، لو طويل الويف لينس هيديك فريكونسي قليل. تمام، فريكونسي قليل، يعني ايه فريكونسي؟ اتكرر، التكرر بتاعه اتكرر قليل اهو زي ما انت شايف اهو، من هنا لهنا اتكرر مرة واحدة، فالانرجي بتاعته هتكون قليلة، انرجي قليلة، فالبنتريشن بتاعه اهوت، فالبنتريشن بتاعه قليل. يعني ايه بنتريشن؟ يعني قدرته على النفاذ، ان هو يعدي من حيطة، يعدي من ورقة، يعدي عموما من اي حاجة تكون قليلة. اعكس بقى، لو الويف لينس قصير زي ما انت شايف كده، لا ده هيتكرر كتير، الفريكونسي بتاعه هيكون كتير. يعني الويف لينس اهوت لما يكون قليل هيديني نيو عالي اللي هو فريكونسي عالي، لما الفريكونسي يكون عالي يديني انرجي عالية، يديني برميشن عالي. يعني ايه بنتريشن؟ بنتريشن عالي يعني يعدي بسرعة، يخترق الحاجة بسرعة. اهو زي ما انت شايف اتكرر كتير. انهي الاقوى؟ موجة واحدة ولا اربعة؟ اكيد الاربعة اقوى. تمام، يبقى معنى كده انت هتثبت حاجتين، كل ما تعلي الويف لينس كل ما تقلل الفريكونسي، والعكس صحيح، كل ما تقلل الويف لينس فانت بتعلي الفريكونسي. فطبعا البنتريشن عكس الويف لينس وزي الفريكونسي. تعال بقى ناخد من الاول كده، احنا بنبدا بايه؟ بنبدا بالجاما راي زي ما انت شايف كده، ده اقصر ويف لينس، اقصر ويف لينس يعني اعلى انرجي. تمام، اعلى فريكونسي، حلو قوي، ده اعلى فريكونسي واقل ويف لينس. طب اهو اعلى فريكونسي واقل ويف لينس. بعد كده الويف لينس قاعد عمال يزيد، وصلنا للاكس راي. تمام، بعد كده الالترا فايولوت راي. بعد كده يجي بقى الحته الصغيره دي، شايف حته صغيره ازاي؟ ده الفيزيبل لايت بتاعك يا برنس. والفيزيبل لايت ده مهم جدا ان انت تحفظه، يا نهار ابيض، ده انت اصلا حافظه من قبل كده، وهو ده الدرس يا ولا. خد بالك الدرس بيتكلم عن الفيزيبل لايت اصلا. الفيزيبل لايت يا برنس كان انت حافظه من اول الريد لحد الفايولت زي ما انت شايف كده، اللي هو كنا حافظينه اصلا بالترتيب: ريد، اورنج، يلو، جرين، بلو، انديجو، فايولت. تمام، تاني ريد، اورنج، يلو، جرين، بلو، انديجو، فايولت. تمام، او حتى اللي كان حافظها بالعكس: فايولت، انديجو، بلو، جرين، يلو، اورنج، ريد. المهم ان انت تكون حافظهم بالترتيب. قال لك والله الويف لينس بيبدأ من أول 400 نانومتر الويف لينس بتاعه يعني، لحد 700. طبعا الرينج ده محفوظ من أول ال 400 لحد ال 700، موضوع أسئلة في الامتحان. تمام، زي ما انت شايف كده، مين أطول؟ آه خلينا نبدأ مين أقصر، مين أقصر ويف لينس. زي ما انت شايف كده أهو، أقصر واحد 400 اللي هو الفايولت. تمام، ده اقصر واحد، فتلاقي الفريكونسي بتاعته عاليه، فتلاقي الانرجي عاليه. تعالى بقى انا احفظها لك بطريقه اسهل بكتير قوي من الكلام ده. ولا مين في دول، مين في دول اللون الازرق ولا الاحمر اللي عنده انرجي عاليه؟ هتقول لي مش فاهم. هقول لك يا ولا، مين اللي يوجع عينك اكتر لو بصيت على اللون الازرق ولا لو بصيت على اللون الاحمر؟ ايه اللي يوجع عينك اكتر؟ يا ولد انت الموبايل بتاعك لما بتعلي البرايتنس بتاعته قوي، لما بتعلي البرايتنس على الاخر بتحس ان في لون ازرق كده طالع من الشاشه، عينك توجعك. في خاصيه عندك في الموبايل، مش عارف انا والله، يعني لو ينفع كنت اوريها لك. في خاصيه كده لو انت نزلت الستاره بتاعت النوتيفيكيشن دي، اسمها الاي كومفورت. الاي كومفورت دي لو ضغطت عليها، لو دوست عليها، بتقلب الشاشه لونه احمر كده، او لون كده اورنج. ليه طيب؟ علشان يا ولا اللون الريد الانرجي بتاعته قليله ضعيفه، ما تاذيش عينك. لكن اللون الفايولت او البلو الانرجي بتاعته عاليه جدا فيأذي عينك. بس كده ثبت، يعني الريد ده اعلى، سوري، اقل في الانرجي، والفايولت اعلى انرجي. اعكس مع الويفلنس، مش احنا قلنا ان الويفلنس عكس الانرجي والفريكونسي؟
خلاص، طالما ده اعلى انرجي يبقى اقل ويف لينث، وده اقل انرجي يبقى اعلى ويف لينث او اطول ويف لينث. بس كده، شايف الموضوع سهل ازاي؟ يبقى تكون حافظ اللون الريد اعلى ويف لينث، انرجي قليله. طيب واللون الفايولت اعلى انرجي يبقى اقل ويف لينث، من 400 لحد 700. وزي ما انت شايف كده، الفايولت اقل ويف لينث، الانديجو اعلى منه، البلو اعلى منه، الجرين واليلو قاعد عمال تزيد في الويف لينث اهو، وتقل في الفريكونسي. ما الفريكونسي عكسه، يعني طول ما انت ماشي كده بتزيد في الويف لينث، طب وانت ماشي كده بتزيد في الفريكونسي. تمام، ما هو عكس بعض. طيب زي ما انت شايف كده، اللون ده اسمه ايه؟ فايولت. الفايولت ده اعلى انرجي، صح؟ اللي اعلى منه بقى على طول ما بنشوفهوش، اللي هو اسمه اليو في، الترا فايولت. حتى اسمه بص فوق الفايولت، الترا فايولت. تمام. طيب واللون الريد اطول ويف لينث، اقل من كده في الانرجي ما تشوفش، اطول ويف لينث من كده ما تشوفش، يعني اللي اطول منه ما تشوفوش، مش فيزبل بالنسبه لك. اسمه ده لون ريد، يبقى اللي بعده اسمه انفراريد. بس كده. يبقى من الاول خالص احنا ماشيين اهو تاتا تاتا. يلا بس ايه، نفضي الليله دي كلها علشان هو ده الدرس والله. من اول الجاما راي انت ماشي، بعد كده الاكس راي، يبقى اعلى انرجي الجاما راي واقل ويف لينث. طيب وبعد كده الاكس راي، وبعد كده الترا فايولت، وبعد كده الفيزيبل لايت اللي هو فايولت، انديجو، بلو، جرين، يلو، اورنج، ريد، وبعد كده انفراريد، وبعد كده الميكروويف، الاشعه اللي هي موجوده اصلا في الميكروويف اللي في بيتك، وبعد كده اطول ويف لينث اللي هو الراديو ويف. تمام، ذا لونجست ويف لينث دي اقل انرجي ولونجست ويف لينث، واقل في التردد، اقل فريكوانسي. تمام، خلاص. يبقى انت طبعا تحفظ دول الراديو ويف. من اول الراديو ويف ده كده، اطول ويف لينث، اكبر ويف لينث، وهنا اقصر ويف لينث. فهنا ده اعلى انرجي واعلى فريكوانسي، ودي اقل انرجي واقل فريكوانسي. بس كده. طبعا انا بس عايز اقول لك على معلومه، كل لما يكون يا ولا الويف لينث بتاعك طويل، لما يكون الويف لينث بتاعك طويل، هل يقدر يعمل بنتريشن؟ ولا لو قصير؟ لو قصير يعمل بنتريشن اسرع. تمام، يعني القصير يعمل بنتريشن اكتر من الطويل. الطويل ده تخيل كده لو انت جبت عصايه طويله كده، عصايه طويله وحته خله سنان صغيره، وحذفت الاتنين، مين فيهم لو انت جبت كرتونه كده يعدي من الكرتونه الناحيه التانية؟ هل العصايه الطويله ولا خله السنان الصغيره؟ هتقول لي اكيد خله السنان الصغيره. ليه؟ لان القصير دايما هو اللي يقدر يعمل بنتريشن، فالويف لينس القصير هو اللي يقدر يعمل بنتريشن. مين في دول ويف لينس قصير؟ تعال نمسح كل الليله دي اهيت. مين في دول اقل ويف لينس؟ الفايولت علشان اعلى في الانرجي. ومين اطول ويف لينس؟ هتقول لي الريد علشان اقل في الانرجي. بس كده. لازم يعني لو انت لسه مش مجمع الحته دي وقف وقول لنفسك مين اعلى في الانرجي؟ فايولت، يبقى اقل في الويف لينس، فيقدر يبقى عنده بنتريشن عالي. تمام، لكن الريد اقل انرجي يبقى اعلى ويف لينس، اطول ويف لينس، يبقى البنتريشن بتاعه قليل. بس كده. تمام. طيب هو ده يفيدني في ايه؟ تعال اوريك دلوقتي هيفيدك في ايه. بس في معلومه هنا صغيره، بيقول لك ان الشمس، الضوء الشمس بيتحرك بالسرعه دي، السبيد بتاعته 3 تايمز 10 باور 8 متر بير سكند. الرقم ده طبعا حفظ ومكمل معاك لحد ثالثه ثانوي. طيب بص كده يا برنس، تعال اوريك الجراف ده، طبعا مش عليك، بس تعالى اوريك ضوء الشمس بيتأثر بإيه. أولا بيقول لك إن أنت عندك نوعين من ضوء الشمس، دايركت سولار راديشن واندايركت سولار راديشن. قال لك والله لو أنت دي الشمس أهي، الشمس دي نزلت النور بتاعها عليك كده على طول، فده كده اسمه دايركت أو سولار راديشن that reaches the earth surface directly without being scattered، يعني ما تشتتتش before reaching the earth. لكن لو هي راحت لسحابة مثلا، والسحابة دي الضوء بتاعها نزل، ضوء الشمس نزل من السحابة عليك، فده كده اسمه اندايركت، لانه ما جالكش من الشمس دايركتلي، ده حصل له تشتت، دخل هنا واتشتت وجالك كده. فبيقول لك solar radiation that is scattered، يعني اتشتتت while passing through the atmosphere. طيب بيقول لك ان الفاكتور، ايه هي الفاكتور اللي بتأثر على الاماونت اوف سولار راديشن اللي بتوصل للارض، كميته؟ والله كلها اسباب بديهيه، والصوره دي الصفحه دي كلها صور اصلا. بيقول لك الجيوغرافيك لوكيشن، طبعا هنا بيوصل الشمس اقل من هنا، من الحته اللي هي الاكواتيك. تمام. طيب في السيزون على حسب بقى، والله في الشمس بيوصل شمس اكتر
لكن في الوينتر بيوصل شمس اقل، ودي حاجات بديهيه. الالتيتيود الارتفاع، طبعا فوق كده بيوصل شمس اكتر وتحت بيوصل شمس اقل، اكيد يعني. بعد كده التايم اوف زي، يعني في عز الظهريه، بيوصل مور سولار راديشن، لكن في وقت المغربيه كده ليس سولار راديشن او الفجريه. طيب في الكلاود كفر، لو والله في سحاب فليس سولار راديشن، مفيش، الدنيا كلير فهتبقى مور سولار راديشن. انا شايف ان كل دي بديهيات. تعال نخش على الشغل. الحته المهمه ديت، بيقول لك propagation of solar radiation in water، يعني انتشار اشعه الشمس جوه الميه بقى. ده اللي يهمنا. قال لك والله يا برنس، كميه الشمس اللي تدخل جوه الميه، لو تخيلنا ان ده البحر يعني، تمام، ده البحر ودي الشمس بتاعتك. والله لو ضوء الشمس نازل كده اهو perpendicular، مش هيحصل له ريفليكشن، يعني مش هيرجع الناحيه التانية، small amount هيحصل له ريفليكشن. على عكس لو انت في ضوء شمس جاي كده، لا، لو ضوء الشمس جاي inclined، يعني عامل انجل مع الميه، inclined ده يعني مائل، هيحصل له ريفليكشن. تمام، جزء كبير هيحصل له ريفليكشن. لا بص، البربنديكولار ينزل جوه الميه، ما يحصلوش ريفليكشن غير قليل جدا. a small part of sunlight get reflected. لكن لو inclined مائل، لا، a large part of sunlight get reflected. تمام. فهو هنا بيقول لك a part of sunlight is reflected from the water surface back into the atmosphere، على حسب بقى where the amount reflected energy from water surface depend on the angle. والله لو الانجل 90، فمش سوري، لو 90 مش سيليزيوس، خلينا اكتبها لك تاني. لو الانجل 90 فمش هيحصل ريفليكشن كتير. يعني احنا ممكن نعمل اصلا رسم بياني كده يا ولا اهوت. كمية الحاجات سوري، كمية نفاذ او البنتريشن بتاع الشمس، الصن لايت. هتلاقي والله بص، لو احنا عملنا زاوية 90، فاحنا كل لما الزاوية تبقى 90، كل لما الزاوية بين الشمس، أشعة الشمس والسيرفس بتاع الووتر تكون أكبر. يعني بص، لو أنا جبت لك أهو ده السيرفس بتاع الووتر كده، الزاوية قليلة خالص، فلا ده كده هيحصل ريفليكشن كتير قوي. طب كده لا، الزاوية أكبر فالريفليكشن هيكون أقل، لغاية أما تبقى الزاوية 90، الأنجل 90، مش هيحصل ريفليكشن غير قليل. يبقى أنت كل لما تقرب لل 90، كل لما البنتريشن يزيد أهو، كل لما البنتريشن يزيد والريفليكشن يقل طبعا. طيب تعالى بقى نخش على الشغل. اللايت زون ان ووتر، بيقول لك والله احنا هنقسم البحر لثلاث مناطق زي ما انت شايف كده. المنطقة الأولى، وادي المنطقة التانية، وادي المنطقة التالتة. المنطقة اللي فوق دي أكتر حتة منورة أكيد، لأن الشمس قريبة منها، هي دي الحتة القريبة منها من الشمس. فتلاقي النباتات كلها موجودة في الحتة اللي فوق دي علشان عايزة تعمل فوتوسينثيس بروسيس. فبيقول لك الحتة دي اسمها the euphotic zone أو sunlit zone، يعني المنطقة المضيئة. أهي مضيئة، طبعا المصطلح لازم تحفظه. المنطقة اللي فوق دي اسمها إيه؟ euphotic zone أو sunlit. sunlit جاي من sunlight، يعني المنطقة المضاءة بنور الشمس. فبقول لك دي ال upper layer in which sufficient light is available for photosynthesis، يعني كمية الضوء كفاية إن إحنا نعمل photosynthesis. لكن بعد كده بقى كل لما تنزل، كل لما الدنيا تضلم، فزي ما أنت شايف كده الحتة اللي في النص دي اسمها the twilight. تويلايت ده مش الفنان اللي احنا عايزين نعرف شكله، لا، تويلايت ده اللي هو الشفق. الحتة اللي اسمها الشفق دي اللي هي بتكون نص منورة، يعني النور اللي فيها مش كفاية ان يحصل فوتوسينثيس، فمش هتلاقي فيها نباتات، مفيش نباتات هنا. النباتات بتعيش في الحتة اللي تقدر تعمل فيها فوتوسينثيس بروسيس. فهو بيقول لك ذا ميد ديبس اسمها ميزو بلاجيك يعني الحتة المتوسطة. تمام. الميد ديبس لاير with lower light penetration. This is not enough for photosynthesis. اخر حتة خالص المنطقة المدورة اسمها افوتك. عكس التانية اسمها ايوفوتك، اللي فوق دي اسمها ايوفوتك، لكن دي اسمها افوتك. يعني نو. تمام. فوتك جاي من فوتو يعني منور تقريبا. تمام. فايوفوتك يعني منور، افوتك يعني مش منور. تمام. اللي هي الديب زون، المنطقة اللي ما فيهاش نور. The deep layer with no sunlight penetration so that it's completely dark. يبقى انت مقسمها لثلاث مناطق. المنطقة اللي فوق اسمها sunlit او ايوفوتك، والمنطقة اللي في النص اسمها تويلايت، ما ينفعش يحصل فيها بتاع ده اسمه فوتوسينثيز. والمنطقة اللي تحت خالص اللي هي الديب اللي اسمها افوتك. تمام. طيب
تعال نشوف ليه النور بيعدي هنا بس، وبعد كده يبتدي يقل، وبعد كده ما يكونش موجود خالص تحت. بص يا جميل، دلوقتي انت عارف ان نور الشمس اهو من اول اللون الاحمر الريد لحد الفيوليت اللي هو البلو. تعالى نفتكر، تعالى اكتبهم لك كده على جنب، علشان والله لو انت فهمت الحتة دي انا ببقى مبسوط جدا. انت هتكون خلصت الدرس، والدرس زي ما انت شايف احنا ما بناخدش فيه حاجة، كلها معلومات بديهية وعامة اهي. يلا حبيب قلبي، انا عارف ان انت حفظت. طبعا مين اعلى في الانرجي؟ هل اللون البلو ولا اللون الريد؟ هتقول لي لا، اللون البلو اعلى انرجي. اعلى انرجي يبقى عنده بنتريشن عالي، تمام، واقل ويف لينس اهو، اقل ويف لينس واعلى انرجي. طيب واللون الريد؟ هتقول لي لا، اللون الريد اقل انرجي يبقى اعلى ويف لينس، اطول ويف لينس. طبعا انا قلت لك كل ما الانرجي تكون عاليه كل ما البنتريشن يكون عالي، كل ما الانرجي تكون قليله كل ما البنتريشن يكون قليل. بص هنا حبيبي اهو تطبيق على الكلام. اللون الريد، بص البنتريشن بتاعه وصل لفين. هنتخيل طبعا ان ده السي سيرفيس، والبحر ده انت شايف اهو، ده النور بتاع الشمس كله، ده كده الفيزيبل لايت بتاع الصن لايت، تمام، ده الصن لايت. طيب اللون الاحمر عمل بنتريشن قصير لحد هنا اهو، تمام، وطبعا الاعلى منه اللي هو الاورنج، وبعد كده اليلو ينزل اعلى منه، وبعد كده الجرين، وبعد كده اطول واحد خالص اللي هينزل يعمل بنتريشن عالي خالص اقل ويف لينث اللي هو اللون البلو. فهو بيقول لك هنا يا ولا ان على 10 متر، على بعد 10 متر about 50% of its energy، ده بيتكلم عن السان لايت يعني. تعال بس نقرأ الكلام هنا بيقول لك ايه. The propagation of solar radiation in eophotic zone. الايوفوتيك زون اللي هي المنطقة المضيئة فوق. بيقول لك solar radiation propagate يعني بتنتشر في الابر زون ازاي؟ الانفراريد are completely absorbed within 10 cm of depth from the surface. يعني الانفراريد اخرها 10 سنتيمتر. لو قلت لي ليه ازعل منك يا ولا، انت شكلك كده لسه مش مجمع. يا ولا الانفراريد اعلى ويف لينس، طالما اعلى ويف لينس يبقى اقل بنتريشن، البنتريشن بتاعه ما يحصلش 10 سنتي، تمام، ده الانفراريد. لكن الفيزيبل لايت بقى، الفيزيبل لايت طبعا اعلى في الويف لينس منه، فمقسمين اهو من اول الريد. لا الريد يعمل بنتريشن عند، بص بيقول لك about 50% of its energy بتاع الفيزيبل لايت. يعني الفيزيبل لايت ده لو قسمناه 50% منه بيتاخد بس عند 10 متر، تمام. اهو ليه زي ما انت شايف كده. تعالى بس اوريها لك. 100% من النور اهو علشان تفهم الرسمه، 100% من النور موجود بره البحر. عند 10 سنتي الانفراريد كلها مش موجوده. عند 10 متر تلاقي 50% من النور اتاخد خلاص. يعني انت هنا 50% من النور، تحت هنا ال50% الباقيين. طب ليه 50% هنا اتاخدوا؟ اقول لك والله ما هم دول القصيرين، الويف لينس بتاعتهم عاليه، فالبنتريشن بتاعهم قليل اخرهم لحد هنا. 50% من الانتنسيتي بتاعت الفيزيبل لايت لحد هنا بس، تمام. ده كده لحد ده عند ايه؟ 10 متر. عند 10 متر 50% من الميه. طب تنزل كمان، لا تلاقي بقى ايه 75%. طب تنزل كمان 87% 0.5، تمام. بعد بقى عند 100 متر بيقول لك عند 100 متر، طبعا انت الارقام دي يعني ايه للقراءة فقط، انا يهمني 10 متر و100 متر. عند 100 متر تحت خالص about 99% of its energy that was incident on the surface is absorbed, letting only 1% only of visible light mostly in the blue spectrum reach the depths. يعني بيقول لك يا ولا عند 10 متر فوق، عند 10 متر فوق 50% من الانرجي بتاعت الفيزيبل لايت كلها اتاخدت. عند 100 متر تحت، تحت عند 100 متر 1% بس اللي بينجو. والواحد في المية ده هيكون لونه ايه؟ اكيد لونه بلو. ليه؟ علشان ده اطول، ده اقل ويف لينس، فاكتر واحد هيعمل بنتريشن. علشان كده بيقول لك ان احيانا تلاقي السيرفس بتاع الووتر دايما السيرفس بتاع الووتر ممكن تلاقي لونه ريد علشان بيمتص فيه اللون الريد اهوت، او جرين. لكن تحت خالص، تحت خالص بتلاقي اللون ازرق. ليه؟ علشان بيمتص اللون الازرق اللي هو البلو absorbed، علشان هو اعلى في البنتريشن، تمام. اهو بص بيقول لك ايه. This is why the deeper part of the ocean appear blue.
while the shallower part الأجزاء اللي هي فوق على السطح الضحلة may appear green or even red. فبيقول لك الابزوربشن اوف لايت كولر ان اوشن ووتر ديبند اون ذير ديفرنت ويف لينث، على حسب الويف لينث. ما دكتور نبيل قال لك بقى والله لو ويف لينث عالي يبقى البنتريشن قليل، لو ويف لينث قليل يبقى البنتريشن عالي. وير ووتر ابزورب ذا لونجر ويف لينث فاستر. يعني ايه؟ ما هم دول التلاتة دول اهو الالوان اللي هي بيقول عليها الورم كولر. ورم كولر لونها زي لون الشمس كده او الحريقه، الاحمر والبرتقاني والاصفر، الريد والاورنج واليلو. هم دول بيمتصوا اسرع. ليه؟ علشان اطول ويف لينث. اهو بيقول لك ذا لونجر ويف لينث اللي هي الورمر كولر اللي هم اسمهم الريد والاورنج واليلو، وورمر كولر اهو فاستر. وبعد كده الشورتر ويف لينث، الويف لينث الشورت ده ينزل اكتر، يخترق اكتر. اهو البلو زي البلو والفايولت اسمهم كولر كولر، لونهم زي التلج او السما، تمام، زي ما هو كاتب لك هنا، او البحر. فلو جينا هنا بصينا هنتخيل ان ده عمق الميه، تمام. بص بص بص، والله انت يعني لو انت برنس تاخد بالك جدا من الرسمه. تعال ناخد لك اللون ده. زي ما انت شايف اللون الاحمر اهو، بص نزل حبه صغيرين، والاورنج ينزل اكتر منه اهو، واللون الاصفر ينزل اكتر منه، والجرين ينزل اكتر منه، وبص الانديجو والبلو ينزل اكتر قوي. ليه؟ على حسب الويف لينز. هنا الويف لينز اقل ويف لينز، سوري اعلى ويف لينز فما يعملش بنتريشن عالي، لكن هنا اقل ويف لينز فينزل تحت خالص زي ما انت شايف كده. ولو بصيت هنا اهو، ادي اللون الاحمر نزل قليل، وادي الاورنج نزل اكتر، وادي اليلو نزل اكتر، وادي الجرين نزل اكتر، تمام. علشان كده بيقولك تلاقي ان معظم النور 50% على بعد 10 متر بس، 50% من الضوء من الفيزيبل لايت بيبقى موجود هنا، تمام. فتلاقي ان معظم الحاجات اللي بتعمل فوتوسينثيز زي الالجي والفايتوبلانكتون والنباتات عموما البلانتس اللي هي بيقولك اوتوتروفيك اورجانيزم ثريف او جرو ان ذا سيرفيس، يعني بتبقى عايشه على السطح. ليه بقى؟ depending on the availability of sufficient sunlight، علشان تعمل الفوتوسينثيس بروسيس، علشان بقى تحول السانلايت او السولار انرجي انتو كيميكال انرجي، علشان تعمل الاورجانيك كومباوند اللي هي محتاجاها علشان تنمو. طبعا ايه الاورجانيك كومباوند؟ طبعا هي بتاخد السانلايت، علشان طبعا السانلايت مع الكربون دايوكسيد جاز مع الووتر علشان تصنع الجلوكوز شوجر. الجلوكوز شوجر ده هي بتكبر بيه، بتاكله بقى وتكبر بيه، اسمه اورجانيك كومباوند necessary for growth. ان شاء الله تكون فهمت الحته دي، هي دي اهم حته في الدرس. لو انت فهمتها خلاص كده. يعني بص هنا بيقول لك ايه؟ when solar radiation propagate through ocean water، يعني لما بتنتشر في الاوشن ووتر which of the following wavelengths is completely absorbed in water first. يعني مين في دول، مين الاطوال الموجيه دول الويف لينث ده إيه اللي هيختفي الاول؟ يعني هيبقى موجود فوق، هيمتص الاول. طبعا انت عارف اطول ويف لينث اقل بنتريشن، احنا عايزين اقل بنتريشن يبقى تجيب اطول ويف لينث بس كده. ده الابزوربد فيرست. لكن مين الابزوربد لاست؟ مين اللي ينزل بقى تحت قوي؟ هو طبعا ال 400 اللي هو اقصر ويف لينث، تمام. كده انت فهمت اهو الحمد لله. طبعا ال 1000 ده اللي هي الانفراريد اللي احنا قلنا انها عند 10 سنتيمتر ده في الاول خالص، تمام. كده دي اهم حتة في الدرس، وهي الحتة اللي فيها افكار وبتيجي فيها اسئلة كتير. ان شاء الله تكون فهمتها حبيب قلبي. خلينا حبيبي نكتفي بهذا القدر ونخلي ده بارت 1. بارت 2 هيكون صغير جدا، هو بس علشان نفصل ده يبقى حاجة لوحده، لان ده مهم جدا، جزء مهم جدا لوحده. والجزء اللي جاي هناخد بقى الافكت بتاع السولار راديشن على على الحاجات اللي عايشة جوه المية. نشوفكم في الجزء اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.